السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنحلل سهم هيرمس على التشارت. زي ما احنا شايفين قصادنا دلوقتي ان السهم كان بيتحرك في منطقة عرضية من سعر 19 جنيه و40 قرش الى سعر 16 جنيه وربع. واحنا زي ما احنا شايفين قصادنا ان السعر كان مرتفع في يوم 22 نوفمبر 23 لأعلى حدود سعرية عنده 19 جنيه 45 قرش، وفضل يختبر الدعم عند 16 جنيه وربع، ورجع للصعود تاني في شهر يناير. ولكن في أول فبراير البانيك اللي حصل بخصوص الدولار عمل هبوط للسهم ونزل، لكن المشتري فيه كان قوي طبعا، والمضارب اللي فيه مش عايز ينزل السهم زي باقي الأسهم اللي احنا شفناها في البورصة. يعني هي نزلت وما طلعتش، لكن السهم ده فضل متماسك وعمل ارتدادة سريعة من سعر 16 جنيه وربع ل18 جنيه، وفضل يصعد واخترق القمة فعلا في يوم 18 فبراير 2024. ولكن الأخبار السلبية بسبب مشروع رأس الحكمة عملت هبوط في السهم مرة تانية. ولكن برضه عشان المشتري والمضارب عايز يصعد بالسهم لمستهدفات هو محددها في القمة، طبعا السهم جمع أرقامه بسرعة وصعد مرة أخرى فوق السعر 19 جنيه و60 قرش. كان جلسة يوم أمس بتاريخ 4 مارس 2024 عمل أرباح أو عمل ارتفاع 5.25%، وعمل استكمال صعود في جلسة اليوم بتاريخ 5 مارس 2024 3.5%. طبعا دي نسب كويسة جدا. عمل آخر سعر إغلاق في جلسة يوم 5 مارس 20 جنيه و70 قرش. زي ما احنا شايفين التوصية كانت نازلة عليه ان هو مستهدف 25 جنيه، يعني بربح 25%. طبعا هو مستهدف اولاني 25 جنيه. في حالة تجاوز المستهدف الاولاني 25 جنيه والارتكاز اعلاه في مستهدف تاني لل28 جنيه. بس احنا يعني بنتكلم في المستهدفات الفنية اللي نزلت على منصة رامبل التابعة لساندر. طبعا انت لو خدت سعر السهم كان ب20 في بداية جلسة اليوم 5 مارس، طبعا كنت هتحقق نسبة 25%، لكن النسبة تقلصت ل22% لأن السهم طلع في جلسة اليوم 70 قرش. فبالتالي باقي النسبة المتبقية من أرباح السهم المحققة 22%. لكن القناة دي كلها من أول سعر 20 جنيه ل25 جنيه هي بالفعل نسبة أرباح 25%. فبالتالي السهم ده إن شاء الله في مضارب، والمضارب ناوي يطلع لحدود سعرية في القمة، فإن شاء الله نهتم بيه ونتابعه وندخل فيه بمراكز قليلة كبداية. وفي حالة الاستقرار أعلى 12 جنيه 20 جنيه و70 قرش ويصل إلى 21 جنيه نخش بباقي الكمية ونشتري، لأن كده هيدي إشارة صريحة وواضحة إن هو طالع يستهدف القمة المحددة له عند سعر 25 جنيه. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.